صلى على النبي. بتبدأ قصتنا في الهند، في قرية غريبة الناس فيها نظيفة لدرجة إنهم بيرموا الزبالة على الأرض عشان صندوق الزبالة ما يتوسخش، والميكانيكي بيصلح العربية وهي ماشية عشان صاحبها عنده مشوار مهم، والطفل الجميل ده بيمص: ايه ده بتعمل ايه يا عم الله يفضحك؟ بس كل ده مش حاجة بالنسبة للجواز عندهم. الشاب لما بيعجب بواحدة بيبعت ناس يخطفوها عشان يتجوزها، والاتنين دول اللي بينفذوا عملية الخطف باندي وكاتاني. وبيجي صحفي أجنبي عشان يصور عاداتهم وتقاليدهم، سألهم نفذتوا كام عملية خطف لحد دلوقتي؟ باندي قال له كتير جدا بعدد شعر رجلك، وبيعرض عليه يصور عملية الخطف الجاية. وفعلا بيتحركوا على مكان العروسة، وفضلوا مستنيين قدام بيتها والعريس بيراقب من بعيد، وأول ما شافوها خطفوها والعريس فرحان قوي وبيدخلوهم الفرح، والموضوع بيمشي طبيعي جدا. وأم العريس عاملة تنظيف بشرة ولابسة أشيك طقم عندها، واللي كانت مخطوفة وبتصوت الصبح خرابها على أغنية شيك شاك شوك. تاني يوم بياخدوا الصحفي عشان يوصلوه، بيتفاجئوا باتصال من غني الزعيم بتاعهم. قال لهم ابعت لكم صورة واحدة على الواتس اسمها روحية عشان تخطفوها. قال له يا ريت تبعتها قلعة. قال له بتقول يا يلا؟ بقول لك هنخطف من قدام القلعة. المهم بعت لهم عنوانها على الواتس، فنزلوا الصحفي عشان يشوفوا شغلهم، وفعلا بيوصلوا العنوان بيلاقوها واقفة مع باباها. كتاني قال له أنا هتشتت انتباهه وانت تيجي بالعربية، وفعلا قال له انت حد ساحر لك ولازم افك لك السحر ده. قال له انا مش ناقص وجع دماغي، اتكل على الله بشعرك اللي عامل زي البغبغان ده. وسابوه بخلوا العربية. في الوقت ده باندي بيوصل وبياخده بالعافية وبيدخلوا العربية، فبيجي واحد وبيقول له العروسة اللي انت جبتها لي طلعت حامل. قال له يا غبي، زي ما في حمل متأخر في حمل مبكر، يلا غور من هنا. وبياخدوا وبيخلعوا من المكان وبيخدروا لحد ما أغمى عليها. في الوقت ده بيجي لهم اتصال من الزعيم وقال لهم في مشكلة، عم العريس مات والفرح اتأجل أسبوع، وطلب منهم ياخدوها المصنع الخشب اللي في الغابة. وفعلا بيتحركوا للمصنع وبيوصلوا بالسلام، وبيعملوا لها أكل عشان جعانة. المشكلة لما باندي دخل المخزن مش بيلاقيها موجودة، وقبل ما يمشي بيبص على السقف بيتفاجئ إنها اتحولت لشبح وماشية على السقف. ولو مش مصدق تعالى معايا. وبيبص عليها بيتفاجئوا إنها طبيعية، ومن شدة الجوع بتاكل البيض اللي وقع منه. فقال له دي مجرد تهيؤات وسابه ومشي. بعد شوية طلبت منه طبق كمان، بس لما شاف عيونها قلبت خطفها وحبها من أول نظرة، وفضل يتفرج عليها وهي بتاكل. في الناحية التانية باباها بيبلغ الشرطة وقال للضابط للأسف أهلها لما عرفوا الخبر فرحوا لأن عليها شبح مش عايز يسيبها تاني. تاني يوم باندي بيتابع في صمت وبيكون مغرم بيها، وبيحاول يصورها لكن بيتفاجئوا الزعيم وبيحكوا له اللي حصل، بس كان مندمج في التمارين شوية. ولما خلص مسح بالفوطة تحت باطه ورماها في وشه. قال له ايه الريحة دي يا زعيم؟ في كلاب ميتة تحت باطك ولا ايه؟ المهم قال له دي صورة الشبح بس بتكون مشوشة ومش واضحة. فتعصب وقال لهم انتوا جايين تشتغلونا ولا ايه؟ ومسكهم من ما بين رجليهم وقال لهم لو عملتوا مشاكل تاني هقطع لكم رقبتكم مش رقبتكم. وجالهم دوالي على الخصية وما كانوش قادرين يمشوا. بالليل باندي قال له أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أعالجها. كتاني قال لي سيب موضوع العلاج ده عليا. تاني يوم بيدخل عليها بجمجمة وبيحط فرخة على رجليها. قالت له جايبها منين الجمجمة دي؟ بصراحة لقيت سعرها غالي فاضطريت أقتل واحد، فخافت منه وجريت استخبت ورا باندي. قال لها ما تقلقيش جبتلك اللي هيعالجك، الشيخ فادي الفك السحر وجلب الحبيب وأكل الزبيب. وبيطلع ورقة شجرة البنوط وبيطلب منها تمضغها. كتاني قال له هيعالج ازاي ده جايب معاه قلوط في الشنطة يا عم. قال له اسكت ده مكشوف عنه الحجاب. في اللحظة دي بتتحول لشبح، فدي قال له اطلع من صباع رجليها، فبتمسكه من رقبته وبتعمل له حركة الأندرتيكر وبيهرب بسرعة قبل ما تأذيهم. باندي قال له ايه شجرة البلوط ما جابتش نتيجة ولا ايه؟ قال له دي معمول لها سحر من أخطر الأنواع. الشبح اللي عليها حلمه إن يتجوز فبيدخل جسم البنات المقبلة على الجواز عشان يحقق حلمه، وبيحاول يهرب بالعربية لكن بيكون ناسي المفتاح عندها. قال لهم عايزين مني حاجة وطلع جري، وفجأة بتظهر وبتجيب لهم المفتاح. المفاجأة إن كتاني بيعجب بالشبح اللي عليها وقال لها أكيد مش هتأذي حد معجب بيكي. وفعلا مش بتأذيه، وابتسمت ابتسامة خفيفة كده، وفجأة بيغمى عليها وبترجع لطبيعتها. في الوقت ده الزعيم اتصل بيه وقال له رجع البنت لأهلها عشان الشرطة قلب عليها. قال له مش هينفع، أنا بحبها وكتاني بيحب الشبح اللي عليها. المشكلة إنه بعت لهم 2 يخلصوا عليهم. لما فاقت باندي قال له تحبي أرجعك لأهلك؟ قالت له أهلي كلهم مقاطعيني ما عدا بابايا هو اللي حنين عليا وحالتي ملهاش علاج. وفضلت تعيط يا عيني. قال لها أوعدك إني هعمل المستحيل عشان أعالجك. بالليل الرجالة بيوصلوا وبيضربوه، لكن الشبح بينتقم منهم أشد انتقام وبيخلعوا من المكان وبيحجزوا أوضتين في فندق.
باندي قال له هنا هتكوني بأمان، وبكرة هنزل أجيب لك أكبر ساحرة تعالجك. وفعلا تاني يوم بيصحى بدري وبيدخل قرية متخصصة لفك أعمال السحر، وقابل أكبر ساحرة هناك. قالت له لازم البنت تتجوز لأن الشبح دخل جسمها عشان يتجوز، بس لازم يكون العريس اللي هيتجوزها عنده زوجة أولى. في الحالة دي الشبح هيغير من الزوجة الأولى ويطلع من جسم البنت. فضل يفكر هيحل المشكلة دي ازاي لحد ما لقى الحل. قال لها أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي أجمل منك تتجوزيني. قالت له على آخر الزمن هتجوزك انت. قال لها في يا ولية انت فاكرة نفسك أنجلينا جولي؟ ده رجلك عاملة زي رجل الفيل أبو زلومة، خلينا ساكتين بقى. قالت له أنا عندي فكرة أحسن، الأشباح مش بتحب الكلاب، يعني لو اتجوزت كلبة هتضمن بنسبة 100% إنها تتعالج. قال لها كلبة إيه يا ولية أنت مجنونة ولا إيه؟ قالت له هيبقى مجرد جواز زائف مش حقيقي. قال لها إذا كان كده ماشي، شوفي لي كلبة مطيعة بقى. في الناحية التانية كتاني متضايق لأن باندي عايز يعالجها وهو بيحب الشبح اللي عليها، وبيحاول يمشي بيها من الفندق لكن بتضربه وبتهرب منه، وبتدخل تستخبى في بيت لكن بيشوفها كاهن وبياخدها عشان يقدمها كقربان للآلهة. وقبل ما يحط وشها في النار اتحولت لشبح وخوفت كل الموجودين. في الناحية التانية باندي قاعد مع عروسته اللي زي القمر وطلعت لسانها عشان تغز البنات اللي بيغيروا منها. والمصور كان متحمس قوي، قال له بتصور ايه يا عم، اتقل على الله بدل ما خلاها تعك من اي حتة بقى. وخدها ورجع قريته عشان الموضوع يبان رسمي. قال لها عروستنا الحلوة هتفضل مخسوفة لحد امتى؟ واتفاجئوا ان اهل القرية مستنيينهم بالعصيان. قالوا له متجوز كلب عشان تسوق سمعة القرية. قال له كلبة ايه يا عم انت شايفني شاذ؟ دي قلبي كلب انتاية. فبينزل فوقيه ضرب. في الناحية التانية العريس اللي عمه مات طلب العروسة من غنية عشان الفرح تاني يوم، وطبعا لازم يجيبها بأي طريقة عشان ما يخسرش سمعته وشغله، وبيفضل يدور عليها وناس بتدله على مكانها. في الناحية التانية باندي قال لكتاني أنا اتجوزت كلبة عشان أعالجها. كتاني قال له اسكت، مش غنية خطفها عشان يجوزها، وبيوريله الفيديو. قال له يلا بينا على الفرح. في الوقت ده العريس بيكون مستني عروسته وهي بتغطي وشها قبل ما تطلع للناس، وبيبدأ الفرح والناس كلها مبسوطة. وفجأة بيوصلوا وباندي قال لها أنا اللي هتجوزك. غنية قال له لو سمعتي كلامه هقتلك، فبتشيله من رقبته وبتعمل له القضية بتاعته. والناس بيترعبوا وبيمشوا من الفرح، وبتبص لباندي فبيستخبى ورا العمود. قالت له أنا عايزة أتجوزك. قال لها ما عنديش مشكلة بس نزلي ايديك الأول. وفعلا بتتم الجوازة وكل حاجة ماشية تمام. في اللحظة دي الساحرة بتوصل ومعاها زوجته الأولى، وبتقول للشبح إن باندي متجوز كلبة وبتوريله الفيديو. وبكده الشبح بقى ضرة الكلبة، فبيضطر إنه يطلع من جسم البنت ويشوف جسم بنت تانية، وبترجع روحية لطبيعتها بفضل الكلب، بفضل باندي. ما تنساش تحط اللايك الجميل بقى. أشوفكم الفيلم الجاي.